حياكم الله في فقرة تعرف حقوقك مع أخوكم المحامي أحمد حسين دشتي. عندنا أحد الأخوان هني يسأل يقول: أستاذ أحمد، أنا قبل فترة كنت على علاقة في أحد البنات، علما أن أنا متزوج، لكن اكتشفت أن هذه البنت زميلة زوجتي في العمل، وبعدها من عرفت بهذه المعلومة قامت تهددني وتبتزني بين فترة وفترة، بحيث أني إذا ما حولت لها فلوس هي راح تقوم وتبلغ زوجتي، وأنا فعلا قمت بتحويل مبالغ مالية لها أكثر من مرة، فشنو الحل ولا التصرف هني؟ طبعا موضوعك هني جدا واضح وبسيط، بما أن أنت تقول كانت بينك وبينها علاقة، احنا ما لنا شغل بهذا الموضوع، لكن بما أنها قامت تستخدم أسلوب التهديد والابتزاز لك وقمت فعليا بتحويل بعض المبالغ لها، هني تروح طبعا تخلي المحادثات عندك بالجهاز ما تمسحهم، وتصورهم، تسوي لهم سكرين كابتشر وتطبعهم على ورق، وتروح تقدم ضدها شكوى التهديد والابتزاز، بحيث أنه قاعد تهددك وتبتزك: إذا ما حولت لي فلوس أنا بفضحك، أنا بروح أقول حق زوجتك، أنا بخرب بيتك، أنا راح أسوي لك وأفعل فيك وأفعل فيك، بما أن أنت مو راضي تحول لي الفلوس. هني طبعا جريمة الابتزاز الإلكتروني عقوبتها 3 سنوات سجن. يحق لك تقدم شكوى ضدها، وإن شاء الله راح تنصفك المحكمة بهذا الموضوع، وراح تفتك من اللي قاعد تهددك وتبتزك. أتمنى تكونون استفدتوا من هذه الاستشارة، وأشوفكم باستشارات قادمة إن شاء الله.